بيفا بيفا. قلت في تصريحاتك الصحفيه ان شاربك ابعدك عن شخصيه سكر هاني في المسرحيه المعروضه حاليا في مصر، فمتى يقرر الفنان طلعت زكريا ان يحلق شاربه؟ طب تعال نجاوب على الجزء الاولاني من السؤال اللي هو ان شنبي بعدني عن شخصيه سكر هاني. هو فعلا يعني انا اول واحد المنتج الاستاذ احمد الابياري عرض عليا المسرحيه وان انا اعمل دور سكر هانم بيلبس واحده ست طول المسرحيه، فانا ما ينفعش ابقى ست خالص لان الشنب ويمكن كمان يا جماعه ما بحبش اعمل ادوار الستات، دي حاجه بيني وبينكم يعني بقولها لكم كده. هي ما فيهاش حاجه مع احترامي لكل الفنانين الرجاله اللي بيعملوا ستات، ولكن انا بحس انها الى حد ما فيها شويه مهانه يعني او اهانه للرجوله، فعشان كده رفضت. ولكن كان تعليلي مش كده، كان تعليلي ان انا ما اقدرش احلق شنبي. وانا كده برد على الجزء الثاني من السؤال، يا ترى لو اتعرض عليك تقدر تحلق شنبك امتى؟ عايز اقول لبيسا يا بيسا انا مش هحلق شنبي خالص، يعني لو اتعرض عليا ملايين من الدولارات والدراهم والدنانير. بس انا عايز اقول ان في واقعه برضو الجرايد كتبتها ان انا وانا في باريس بتعالج قمت من النوم ما لقيتش شنبي، حلقوا لي شنبي وانا في باريس، فكانت مشكله سودة بعيد عنكم، والمستشفى اتقلبت، المستشفى الفرنساوي الامريكي اللي في باريس، ومدير المستشفى جالي وجات لي حاله هياج وكنت بكسر الاوضه وبتاع. فهم الناس مش متخيلين يعني هو لما تعاملوا مع الشنب ده لانه شويه شعر وشالوهم خلاص محاكمه يعني، ما يعرفوش البلاوي اللي حصلت. وطلبت ان انا اسيب المستشفى، وفعلا بعد الواقعه دي باسبوع سبت المستشفى ورجعت على مصر. وكل الجرايد كتبت الواقعه دي، لان شنبي يا جماعه انا ممكن اتكلم عليه ساعات بس شنبي بقول ان هو تميمه الحظ. يعني اول ما ابتديت اربي شنبي واظهر في التلفزيون والسينما بشنب تعاقبت الادوار وتعددت الادوار، يمكن يكون ظبط الخلقه اللي قدامكم دي شويه، يمكن من غيره كانت هتبان شلفطه، هو ظبطها شويه يعني. فلا هي المساله ان انا صعيدي، انا مش صعيدي، ولا هي المساله ان الشنب هو عنوان الرجوله، ده خالص مش مبدئي. انا شنبي تميمه الحظ وهو وش السعد عليه.